تفتكر ممكن يبقى القاتل مش غريب عنك؟ تفتكر تبقى قاعد مطمن وتلاقي حد تثق فيه هو نفسه اللي يغدر بيك؟ القصة اللي هقولها النهاردة حصلت في بورسعيد من كام يوم. صدمة هزت مدينة بورسعيد بالكامل، والبطولة فيها كانت لطفل عنده 13 سنة بس. أهلا بيكم، أنا الكاشف، وده برنامج عبرة في حكاية. اللي في الصورة ده اسمه عمار وعنده 13 سنة، يعني لسه في أولى إعدادي. عمار طفل مجتهد في الدراسة، وأهل المنطقة كلها بيشهدوا برجولته وشهامته، ومحبوب من الكل، ومن وهو صغير متعود يساعد أبوه في محل البقالة بتاعه. أما اللي في الصورة ده اسمه محمود، وكان شغال زمان في محل جنب محل البقالة بتاع أبو عمار، وكان متعود يروح يقعد هناك معاه، وساب المحل اللي كان شغال فيه بسبب حالة سرقة. يعني هو في الأصل أصلا حرامي. وفي يوم عادي الطفل عمار كان قاعد لوحده في المحل بتاع أبوه في منطقة البازار في حي شرق بورسعيد. مكان هادي والناس ماشية في الشارع عادي والمحل مفتوح. فجأة دخل محمود وقعد مع عمار في المحل، واللي يعدي من قدام المحل يشوف المشهد طبيعي جدا، لكن ورا الشكل العادي ده كله كان فيه مخطط شيطاني. محمود استغل ان عمار قاعد لوحده في المحل، وعينه بدأت تزوغ على البضاعة والفلوس الموجودين هناك، والنية بتاعته كانت واضحة انه يدخل يسرق المحل. بس اللي ما حسبش حسابه ان عمار اللي عمره 13 سنة بس كان عنده شجاعة مش عند حد. عمار وقف قدامه وقال له بجملة بسيطة لكن قوية: مش هتسرق حاجة من محل أبويا. الكلمة دي كانت كفيلة تغير مصير عمار للأبد. محمود ساعتها اتوتر وحس انه اتكشف ومش هيعرف يهرب. في اللحظة دي مد ايده من جيبه وطلع سكينة، وبغدر بشع طعن عمار 22 طعن ما بين الرقبة والظهر. وعلى دخول زياد أخو عمار المحل شاف المنظر البشع قدامه، شاف أخوه بيطلع في الروح، قعد يصرخ بصوت عالي: الحقوني! الشارع اتقلب من صريخ زياد. أهل المنطقة جريوا على زياد، شافوا عمار بالمنظر البشع ده. في اللحظة دي محمود حاول يجري عشان يهرب، لكن الناس كانت أسرع منه. الأهالي اتجمعوا ومسكوه وجابوا حبل وربطوه وبلغوا الشرطة. الشرطة وصلت بعد البلاغ بدقايق واتقبض على محمود، والمشهد كان يوجع القلب. جثة طفل بريء على الأرض، وواحد خاين مربوط بإيد الناس. مديرية أمن بورسعيد ما سكتتش، وساعتها أمر اللواء محمد مدير الأمن بتشكيل فريق بقيادة اللواء ضياء، وبدأوا يحققوا ويجمعوا الأدلة ويسمعوا للشهود. وجثة عمار اتنقلت للمشرحة تحت تصرف النيابة لحد ما التحقيقات تكشف كل التفاصيل. بورسعيد كلها دلوقتي في صدمة، الكل مستني كلمة العدالة، والكل بيدعي إن حق عمار ما يضيعش. طفل عمره 13 سنة بس دفع حياته تمن شجاعته وحمايته لمحل أبوه. ربنا يرحم عمار ويصبر أهله. وسؤالي ليك، يا ترى إيه اللي يخلي إنسان يوصل لدرجة دي من الغدر؟ وهل شايفين إن العقاب مهما كان هيكفي جريمة زي دي؟ والأيام اللي جاية هنتابع مع بعض كل جديد في قضية عمار، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عبرة في حكاية. سلام عليكم.